السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ريفيو عن ديب فريزر بيكو. طبعا الماركات اللي باشمهندس محمد عبد الصمد كان بيرشحها كان من ضمنها بيكو، فالحمد لله الفريزر بتاعي اللهم لك الحمد والشكر ما شاء الله بيكو يا جماعة 7 درج. فالنهارده كده هوريهولكوا، وطبعا هوريكوا يعني كل الحاجات اللي انا استفدت منها من خلال الباشمهندس. هو دايما كان بيقول لنا نختار دايما بطاقة كفاءة الطاقة ايه. وطبعا بيكو ده تركي، يعني ماركة بيكو هي ماركة تركية، حاجة نظيفة جدا جدا. كان في منه اللون الاسود وكان في منه اللون اللي هو اللي انا جبته ده اللي هو السيلفر. تمام. هو بصوا تحسوا ان هو مايل للرصاصي كده، غامق شوية عن الفضي يعني. فهو ده شكله كده الاول، الشكل الخارجي ليه، وبطاقة كفاءة الطاقة بتاعته اهي. تمام كده. وادي الشاشة التاتش بتاعته. كان في منه بشاشة تاتش زي دي وكان في منه بدون شاشة. فانا برضو في البداية كده هوريكم برضو الشاشة بتاعته. فيها بصوا الازرار دي او التاتشات دي. ادي 1 2 3 4 5 حاجات، كل حاجة ليهم اهي. طبعا انا ايه يعني هوريهولكوا، بس انا طبعا لسه برضو مش متمكنة منه قوي، بس فهمته. هو عندي دلوقتي بقاله سنة، بس فهمته الحمد لله يعني. بصوا هنا كده يا جماعة، دي درجة الحرارة بتاعته، وهو الدرجة المثالية ليه هي السالب 18 اللي هي بيسموها الإيكو. وهو بيجي أصلا متبرمج على درجة الحرارة السالب 18. هي دي الدرجة المناسبة ليه. امتى بنعلي درجة الحرارة بتاعته أو درجة التبريد يعني بمعنى أصح؟ لو احنا مثلا حاطين كميات كبيرة جوه الفريزر وعايزين نرفع درجة الحرارة علشان الحاجة تتجمد بسرعة. فمعانا بصوا اقصى حاجة فيه اللي هي -27. -27 دي اسمها السوبر فريز. دي بتجمد الحاجة بسرعة جامدة. لكن الطبيعي بتاعه ان احنا نخليه على السالب 18، ودي افضل درجة حرارة ليه اللي هي زي ما قلنا اللي هي الايكو. تمام. طيب هنا دي بقى اللي بنظبط منه، عايزينه على 17 18. لا، هو اقصى اقل حاجة فيه بصوا، اقل حاجة فيه اللي هي 18، وفوق منها بقى 19 لغاية -27. بصوا انا هنا وصلت لحد فين؟ لحد ال 24 وقفت. ليه؟ لان ال 27 او -27 -27 دي في السوبر فريز ليها زرار لوحدها كده. دي خلاص يعني دي اعلى درجة حرارة للفريزر بيجمد فيها الحاجة. يعني في ساعة زمن يكون جمد لك الفريزر كله، يعني مثلا زي مثلا في ايام الاعياد، حاطه مثلا عامله تفريزات عامله حاجه ومحتاجه ان انت تلحقي بسرعه تجمديها، لان اللحوم طبعا لازم تتفرز وتتجمد على طول في اسرع وقت يعني. فبنعمله على السوبر فريز اللي هي -27. تمام يا جماعه. هنا ده الزرار ده بصوا كده، اول ما بدوس عليه اللي هو بيجي كده عليه العلامه دي اللي هي بصوا شايفينها زي علامه الزاويه كده وعليها حرف الاي. ده بقى الزرار ده يا جماعه او الشكل اللي انتوا بتشوفوه ده اللي هو الايكو مود. الايكو مود زي ما قلت لكم اللي هو الزرار اللي بيخلي الفريزر في الحاله او في التشغيل المثالي له. طيب في زرار هنا انا تجنبت ان انا ادوس عليه، بس انا هقوله لكم برضو. الزرار ده لو دوستي عليه لمده 3 ثواني كده بيفصل الفريزر. تمام. وتدوسي عليه تاني يشغله. خلاص. اللي هو الاولاني ده انا ما بستخدموش خالص. ماشي. في زرار برضو كمان اللي هو ده عليه علامة القفل، واللي هو يعني جرس كده ومتشطب عليه. ده بيدي انذار. ده بصوا تعالوا كده، بصوا شايفين اهو عمل لي صوت انذار كده وعلامة القفل دي. خلاص. طيب القفل ده تعالوا كده ندوس، مفيش اي حاجة بتتحرك. ده اللي هو علشان لو عندك اطفال مثلا ممكن مثلا تلعب فيه، او يكون عندك مثلا يعني مش عايزة حد يدوس على، او انتي بتدوسي عليه بالغلط. بصوا مهما ادوس ما بيعملش اي حاجة. برضو في حالة ان الفريزر بيكون مفتوح او في حاجة غلط برضو بيتعمل العلامة دي، وكمان بيفضل يديكي صوت الصفارة دي. طيب عايزين بقى خلاص احنا عايزين نلغي بقى الحركة دي وعايزين نشغل براحتنا وندوس على اي زرار براحتنا. هنرجع ندوس عليه تاني لمدة 3 ثواني كده. خلاص اهو اتشال. هقدر بعد كده ادوس اغير درجة الحرارة. يبقى خلاص كده ده بيقفل الفريزر، وده السوبر فريز، وده بنعلي ونوطي درجة الحرارة زي ما احنا عايزين، وده الايكو مود، وده اللي هو مانع ان حد يلعب فيه. خلاص. ادي كده الشكل الخارجي له. بصوا طيب كده ده منظره من بره. تعالوا بقى نيجي على المقبض بتاعه. بصوا المقبض بتاعه يا جماعة، بصوا متحرك كده.
بيعمل كده. صعب بس دي مكان ايدينا. بصوا تحسوا ان المقبض كده تعالوا كده بقى برضو اوريهولكم من هنا كده. بصوا تعالوا نفتح جامد، بيجي فاتح معاكي بالشكل ده اهو. بصوا الحركه دي اهي، دي بصوا تفتحي كده المقبض تيجي فاتحه معاكي. طيب تعالوا بقى ايه نشوفه كده. طبعا وفي اشكال كتير يعني، ده الموديل بتاعه اللي هي الايد المتحركه دي. ده شكله من جوه. برضو عايزه انبهكم لحاجه، اول ما هتفتحي الفريزر من جوه هتلاقي فيه الحركه دي. الحركه دي هتستغربيها وتقولي ايه الغطا ده. الغطا ده لو انت عايزه تبدلي مكان الفريزر بدل ما يفتح كده. يعني بصوا هنا، بصوا في واحده هنا هيت وفيها مفصله وفيها كل حاجه، وفي واحده هنا مقفوله عليها. لو انا مثلا عندي المطبخ بتاعي محتاجه ان انا افتح الفريزر بالعكس، يعني يكون باب الفريزر بيتفتح كده من الشمال لليمين، خلاص بيجي الفني يغير لك الصاموله دي، بيقفل بقى دي وبيحطها لك هنا. فبيبقى الفريزر بدل ما هو كان فاتح معانا كده، لا هيفتح معانا من الاتجاه التاني اللي هو كده، يعني هتفتح معاكي بالعكس. يعني باختصار امكانية ان انت تبدلي المكان بتاع فتح الباب، تبدليه يعني يا يمين يا شمال. وهنا في اللمبة الليد دي، لو مثلا الاضاءة طافية او كده بتنور لك. تمام. وطبعا هو انا مش مفضياه طبعا علشان اعمل الريفيو للاسف، بس ادي رف ده بيتفتح كده يا جماعة لفوق كده. اسمعوا معايا كمان برضو، ده صوت الانذار اللي الفريزر عامله لانه اتفتح فتره طويله مثلا وبينبهك ان هو مفتوح. بس ايه هنتلاشى الصوت ده. ادي اول رف كده بيتفتح كده، والتاني بيتفتح لتحت خلاص، والباقي بقى دول ادراج. تمام، لحد تحت كده كلها ادراج خلاص. وادي شكل الباب من بره، قصدي من جوه، اسفه. ده كده شكله اهو. تعالوا نقفل بس عشان الصوت، وممكن نفتح تاني اهو. وده شكله يا جماعة. طبعا هو بيبقى عامل البخار ده، لكن هي الحاجة بتاعته شفافة، الأدراج بتاعته شفافة. المفروض ان تحت كل درج بيكون فيه رف زجاجي زي ده كده. بصوا يا جماعة، مش عارفة هو هيبان ولا لأ. بصوا كده في رف ازاز موجود تحت الرف العلوي ده، لكن في باقي الادراج مفيش رفوف شايله الدرج. يعني تحت كل رف من الرفوف دي في رف ازاز بيحمي الدرج ان هو ايه يكون محمل على رف ازاز تحتيه. بس الحركه دي عندي في درج واحد بس وهو ده، لكن باقي الادراج ما فيهاش. معرفش هل ده كان خطأ في التصنيع بتاع الفريزر، او مثلا يعني عطوني حاجة ناقصة ولا ايه، بصراحة مش عارفة يا جماعة. هو ده جاي لي بالشكل ده، وده شكله. بالنسبة بقى لتقييمي ليه اديله 10/10. ما شاء الله لا قوة الا بالله، هو تحفة يا جماعة. وكنت جايباه ب28,000، بقاله تقريبا بقاله سنة ونص يا جماعة، تقريبا كده بقاله عندي حوالي سنة ونص. فانصحكم لو انتوا فعلا معاكم المبلغ ده، فهو مثالي جدا جدا، ومساحته كبيرة. وكان في منه اكبر شوية، كان في منه في درج زيادة هنا كده، كان في منه في درج زيادة، ولكن ما كانش متوفر موجود يعني يومها في المعرض، فاخدنا اللي هو ال7 درج ده. اللي هو ده بيتقال عليه درج، وده بيتقال عليه درج، اللي هي الرفوف يعني دي بيقولوا عليها في المعرض درج. يبقى دي 2، وفي تحت 5 ادراج. الدرج الاخير بقى خالص ده يا جماعه بيبقى وراه الموتور، فبيبقى حجمه صغير شويه. واكبر درج هو الدرج الرابع ده، لانه بصوا قد ايه. طبعا ان شاء الله برضو وانا بنضفه او بغسله او كده هفضيه كله واوريهولكوا هو متفضي كله مفيهوش اي حاجه. هتستفيدوا برضو من الشكل الداخلي ليه، بس يعني هو زي ما وريتهولكوا كده مفيش فيه اي حاجه تانية. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. بالنسبه للسعر حاليا معرفش هو ارخص ولا اغلى، بس تقييمي ليه بصراحه يا جماعه هو 10/10. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.